هيبقى الشناوي. الشناوي. اكرم توفيق. اكرم توفيق. اسامه جلال. اسامه جلال. حجازي. حجازي. لان ما انت زي اهو. ما فيش الا علي جبر وحجازي يلا ومحمود يلا علاء يلا محمد حمدي. ومحمد حمدي. يلا. طارق حامد. لا. حمدي فتحي. هلعب بالنني النني. وحمدي فتحي. حمدي فتحي. قدامهم قفشه. امام. قدامهم زيزو. لا 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 قفشه. قفشه. وزيزو ناحيه الشمال. زيزو. واخد بالك. وصلاح ناحيه اليمين. لا صلاح يبقى راس حربه. صلاح راس حربه. وزيزو هجيبه ناحيه اليمين مكان صلاح. وتحط تريزيجيه. واحط تريزيجيه. عشان هنا الاسماء مش موجوده فانا متلخبط شويه. طب قولهم تاني. الشناوي اسامه جلال وحجازي. اكرم توفيق محمد حمدي. نص الملعب هيبقى حمدي فتحي والنني. قدامهم قفشه. على الشمال هيبقى تريزيجيه. على اليمين هيبقى صلاح. لا زيزو وصلاح وقدام صلاح راس حربه. طب ما هو خلي بالك ليفربول بيلعب صلاح على طول. مش فاهم على طول. انا ما اعرفش يعني انت. وبعد كده الشوط الثاني تبقى تنزل وعندك كمان. اما نشوف بس مصطفى محمد. اما نشوف بقى الفرقه والملعب عايز مين بالظبط. واخد بالك. انما انت في البدايه كده انت عايز سرعات. ايه السرعات؟ ان اي حد يمسك كوره يحطها لصلاح. صلاح لما هيروح بوشه هيبقى اسرع من الاثنين مدافعين. صح. وبعدين الاثنين مدافعين لما هيلعبوا على صلاح ما حدش هيمسكه. هيقفوا. هما الاثنين هيقفوا هيبقوا قدامه. الله ينور عليك. انما لما بيلعب ناحيه الرايت بيبقى مان. ولما وبيميل عليه كمان المساك. وبينزل كمان اللي هو راجل. وعملت زياده عدديه في حاله الهجوم. واخد بالك. وحررته. انت حررت صلاح. وبعدين شفت زيزو وشفت تريزيجيه. واخد بالك. دول اللي هم هيخفوا الضغط على محمد صلاح. صح. ومعاهم قفشه. واثنين بيدافعوا كويس اهو. طب انت عايز ايه تاني؟ انا شايف تشكيل رائع والله بجد. تشكيل رائع. طيب بالتشكيل بتاعك نعمل ايه مع بلجيكا كده؟ مش مهم النتيجه بس هتعمل اداء عالمي. بالتشكيل بتاعه. بالتشكيل بتاعه هتشيل 3-4. لان انت عندك نص الملعب كله ميت. انت نازل تدافع تجري ورا اللعيبه. فانت مش هتمسك كوره. مش هتبقى مؤثر. وهتظلم صلاح. مش هتستحوذ. هتظلم مش صلاح. هتاخد وقت. بالظبط كده. بص لعيب الكوره لما الكوره تغيب عنه دقيقه ودقيقتين وثلاثه بيخرج بره الماتش. انما لما الكوره بتبقى في رجلك على طول انت مركز مع الماتش وعايش الماتش. واخد بالك. تمام. فانا بقول لك يعني بجد تشكيل. وبعدين انت عندك كل انا معجب بالتشكيل بتاعك والله يا كابتن رضا. بس ممكن طارق حامد بس يلعب مع النني يبقى كده تبقى زي الفل.